مساء الخير والعافية. نبدأ الكلام بالصلاة على محمد وآل محمد. شوفوا هاي البنية نتكلم لكم عن أخطاء الريجيم. طبعا هاي البنية كان وزنها عالي وكانت مشتركة وياي أول شهر، حست فرق نزول شوية شوية، تمام عندها بطيء بس شوية عتحس فرق. بس سوت قالت عليش أنا اشترك أسوي بكيفي، راحت قطعة أكل وتتمرن عشوائي. شوفوا صار بجسمها، نزل وزنها سريع، صار عندها تشققات. ليش؟ نزلت سريع، تقطع اكل، تاكل وجبه واحده او صيام متقطع وتتمرن عشوائي وجهد للجسم، الجسم يحتاج اكل. نزول سريع، بعدين اكلت وعافت الريجيم، صار عندها ظرف. شوفوا رجعت وزنها اكثر من قبل، صار تشققات بالجسم وصار عندها خربطه بالهرمونات. هذه خربطه بالهرمونات، الشعر بالوجه، تساقط الشعر بالراس. هاي اسباب الاخطاء الريجيم. لعد ليش نحن يعني هواي ناس تلقي لهم حال وعلاج ما يسمعون كلام، يروحون دكاترة. شو قالت؟ رحت علاجات ودكاترة وما فات، تصرف لي 100 200 300، ونحن اكثر حالات مستعصية ما ينزل وزنهم ننزلهم طبيعي، نظام غذائي، وجبات 5 مقسمة على الجسم، تمرين حسب الهدف من الجسم، مو يبل كثرة التمرين اكو تتمرن لي 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات وتاكل لي وجبة واحدة او تسهر لي الصبح. هاي كلها دمار للجسم. يا تروح تاخذ لي منحف، يا تروح تقص لي معدتها. ماكو احسن من الطبيعي، جاي ننشر ونفيدكم وننصحكم يا بعد عيني. هاي شفتوا التشققات، هاي اسباب الاخطاء الريجيم. وتالي ما تالي يرجعون عليك يقولوا لك والله العظيم ما اخذنا بكلامك. يا عيني هذا الجسم شلون انت بومبولة تنفخيها على السريع وترجع تفش تكت الجسم، هذا كله الجلد طق. ليش نزول سريع؟ نكمل الفيديو. التشققات تنقسم قسمين: تشققات الحمل بعد الولادة، يصير تشققات بالبطن. اما النوع الثاني يصير على حمار عميق. هاي ايش السبب؟ السبب نزول السريع او صعود السريع، واسبابه شنو؟ ارتفاع الكورتيزول بالجسم، هرمون الكورتيزول بالجسم، تقوم تاكل بكثرة، حالة نفسية، اكتئاب، يقوم يصعد وزنها عشوائي. والعلاج مالتها بالليزر، والليزر غالي. واكو شغلة اللخ، اكو مرطبات فيتامين اي او فيتامين اي، بس مع مرور الوقت هاي المرطبات ما تزيله كامل، بس ايشني تخفف اللون مالته، يصير على جلد البياض يصير يخف اللون. وتحياتي لكم، دائما التزموا واسمعوا كلام والنصايح خذوها، لا تنزلوا نزول سريع ولا بقطع الاكل. النظام الدايت مو حرمان، تنوع بالاكل، الوجبات، تعرف شنو تدخل لجسمك، اكل